لهم فضل علينا جسيم الصحابة دول. مرة واحد بيقول لحذيفة بن اليمان، وانا هختم بهذا الحديث. واحد بيقول لحذيفة بن اليمان، بيقول له أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. ليه بقى إن شاء الله وانت أحسن مننا؟ فنسبهم إلى التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، إذ تركوه يمشي على الأرض. إنما هو بقى اللي بيتكلم ده بيقول أنا لو كنت موجود كنت شلته على كتافي. فحذيفة بن اليمان قال له بس موقعة أو واقعة حصلت عشان نشوف بقى أنت تقدر تعملها ولا لا، كعينة مما بذله الصحابة. قال له يا ابن أخي أأنت تفعل ذلك؟ قال له نعم. قال له طيب، في يوم الخندق غزوة الأحزاب كان البرد شديدا جدا والريح كانت شديدة لدرجة ان الريح كان بيشيل صخر الجبال ويصطك ببعض من شدة الريح، كان بتشيل الحجارة. والصحابة كانوا بردانين جدا، فعلشان يتدفوا فكل واحد منهم كان يحفر له لنفسه حفرة ويغطس نفسه فيها ويهيل الرمل عليه عشان يدفى. لان النهاردة انا مثلا لما اقول انت بردان بتتغطى بالبطانية، طب مين بيدفي التاني؟ انت اللي بيدفي البطانية ولا هي اللي بتدفيك؟ ناس كتير يقولك البطانية بتدفيني. غلط، انا اللي بدفيها، لان الحرارة اللي طالعة مني البطانية حبستها ولم تتشعب، فبالتالي الدفء رجع لي انا، فانا اللي بدفي البطانية في الحقيقة، مش هي اللي بتدفيني يعني. فهو كان يدفن نفسه بقى في الرمل علشان يجيب الايه، عايز دفع. والصحابة دول كان عندهم جلد غير عادي، يعني لو حجينا احنا في شهر 8 ولا حاجة تغلي الرؤوس من الشمس. الصحابة كانوا عايشين كده عادي وحياتهم ماشية جهاد وحياة وما فيش حد بيشتكي من حاجة ولا يقول دماغي بتغلي ولا الكلام ده. فتصور بقى لما يكون واحد عنده الجلد ده كله ويدفن نفسه، يبقى البرد شكله ايه؟ اكيد كان شديدا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح عليهم سؤالا. السؤال ده في العادة لو طرحه عليهم كلهم سيتقاتلون من أجل أن يختار واحدا منهم. قال من يأتيني بخبر القوم المشركين وهو معي في الجنة؟ لو طلع واحد هيبقى معاه في الجنة ضمانها يعني، لأن وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلى. فكرك واحد قام أبدا، ولا واحد طالع من الجحر اللي هو دافن نفسه فيه، مع ان المسألة مغرية، ثواب مغري للغاية، وهو معي في الجنة، بس يطلع يتجسس لي عليهم ويقول لهم بيعملوا ايه ويخلوا ايه والكلام ده. كرر الكلمة دي 3 مرات ان واحد يطلع ابدا. حذيفة بقى كأنه حس، قال فتقاصرت، ام داخل شوية لتحت عشان يدانا مثلا في واحد ولا بتاع، فالنبي ما يشوفوش يقول له هاتهم قم يا حذيفة. فلم يفجأ حذيفة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قم يا حذيفة. شوف بقى الجملة بتاعتهم بقى اللي أنا بقول لك قانون سمعنا وطعنا ده. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. خلاص قم يا حذيفة يعني قم يا حذيفة خلاص. قال فخرجت فدعا لي فكأنني أمشي في حمام. ادي بركة دعوته، كان واخد دش سخن كده وبتاع والكلام ده، والبرد اللي كان بيتكتك منه من شوية ما عادش شايف البرد خالص ولا الكلام ده، فكأنني أمشي حمام. قال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، ما تعملش مشاكل وتخلوهم يجولنا على طول. ماشي. راح هناك وجد نارا، الدنيا برد، وجد واحد ظهره عريان وعمال يتدفى، فعرف أنه أبو سفيان وكان هو زعيم المشركين آنذاك. أخرج بقى السهم وعايز يديله واحدة في ظهره، ما هو قدامه يعني يستطيع أن يصل إليه. قال ولكني تذكرت وصية النبي
صلى الله عليه وسلم ألا تزعرهم علينا، قام حاطط السهم في جيبه وخلاص. وبعدين رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال هم بيعملوا كذا وبيخلوا كذا وعندهم كذا، ووصف له الايه الحالة بتاعتهم. قال فلما انهيت كلام يعني اصابني القرب، رجع يتكتك تاني، رجع له البرد اول بس ما ادى الايه ما ادى المهمة. قال فاعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها فنمت حتى اصبحت، فجاء فايقظني وقال قم يا نومان. شوف بقى ادي مثلا موقف لما بقول له والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الارض، هو انت بقي كلامه خلاص؟ طب انت خليك في الموقف اللي وبقول وهو معي في الجنة، واحنا اللي بذلنا انفسنا وارواحنا ومهاجنا في سبيل الله ولم نتردد قط. مفيش واحد قام، حتى بعد 3 مرات برضه مفيش حد قام لحد ما قال له قوم يا فلان. ومع ذلك عمال يقول لو رأيناه ما تركناه يمشي على الارض.